تيجي يلا نلعب مع بعض. هنلعب لعبة حلوة، لو قلتيها صح هتاخدي قطعة الجيلي دي هدية. جلجلت الجيلي فتجلجل وجلجلني. فنزلزل زلزل فنزلزل وزلزل. عسل، رسيل كسبت معانا شطورة. أحلى قطعة جيلي لأحلى رسيل في الدنيا. في الاول كده نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هتجيبي الكبه بتاعتك وهتنزلي فيها ب 200 جرام من بسكوت الشاي، اي بسكوت ساده انت بتحبيها، 200 جرام، وعليهم 50 جرام من الزبده الدايبه، وهطحنهم كويس جدا في الكبه لحد ما يبقوا معايا كده زي الرمله المبلوله بالشكل ده كده. هنزل بقى بالبسكوت بتاعي ده في صينيه التشيز كيك، وهظبط بقى الطبقه بتاعتي باي حاجه. انا استخدمت هنا هرسه البطاطس، حابه تستخدمي كوبايه استخدمي اي حاجه عندك. اهم حاجه انك تظبطي الطبقه الاولى معايا وتبقى متساويه بالشكل ده كده. ودي كده الطبقه الاولى معانا، نركنها على جنب ونحضر الطبقه الثانيه. معايا كوبايه من الكريم شانتيه، عليها معلقتين اتنين من السكر البودر، وكمان كوبايه من اللبن المتلج. ولو الكريم شانتيه بتاعك عليه سكر ما تضيفيش سكر. هضربه كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يتقل بالشكل ده كده. معايا بقى 4 مثلثات من الجبنه، وحابه تضيفي جيلاتين براحتك، ممكن تجيبي معلقه صغيره من الجيلاتين على 3 معالق ميه سخنه ودوبيهم، بس انا بصراحه حبيت اسهل الموضوع اكتر. وبالنسبه بقى للطبق اللي وقع ده عادي جدا، اقل حاجه ممكن تحصل معانا واحنا بنشتغل هنشيل الطبق ونكمل شغل مفيش مشكله. هنضرب بقى الجبنه مع الكريمه بتاعتنا بالشكل ده كده. وحابه تستغنى عن خطوه الجبنه دي كمان براحتك، استكفي بس بالكريمه. هناخد الطبقه التانيه بتاعتنا كده وهننزل بيها على طبقه البسكوت، وبرده هسويها كويس جدا علشان الطبقات بتاعتي تكون متساويه. بعد كده بقى هندخل الصينيه بتاعتنا دي التلاجة كده حوالي ربع ساعه. اهم حاجه زي ما قلت لك تساوي ايه الطبقه التانيه دي كده على قد ما تقدري. بالنسبه للطبقه التالته بقى ظرفين اتنين من باكت الجيلي الفراوله، عليهم كوبايه من الميه المغليه، هدوبهم كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بكوبايتين من الميه البارده، ميه عاديه جدا من الحنفيه. وهركن بقى خليط الجيلي ده كده لحد ما يبرد تماما، مش هستخدمه غير لما يبرد خالص. بعد كده كنا بعدها بحوالي ربع ساعة كده طلعت الصينية بتاعتي من التلاجة، وكان الجيلي بتاعي كمان برد. من الجنب كده بمعلقة الايس كريم، وهنشيل حاجة بسيطة، هو شكل مش اكتر، ممكن تستغنى عنه والله ما هتقول لا، وهتبقى جميلة برضو. بس انا عندي الولاد كانوا مصرين يعملوها زي ما شافوها في الفيديو، بس انت ممكن تستغنى عن الخطوة دي مفيش اي مشكلة. هو زي ما قلت لك شكل جمالي مش اكتر، يعني شكل في النهاية. معلقه الايس كريم كده، وهتشيلي حاجه بسيطه من الجناب بالشكل ده. وهنزل بطبقه الجيلي على طبقه الكريمه بتاعتنا، ومفيش لا اسهل ولا احلى من كده. وهندخلها التلاجة لحد ما الجيلي يتماسك معانا. هتاخد معاكي تقريبا كده من 4 ل6 ساعات على حسب ما الجيلي يتماسك معاكي. وصفه بجد جميله قوي، والاجمل فيها ان احنا لعبنا مع الولاد وكسبناهم حتى لو ما كسبوش. وزي ما قلت لك بجد طالعه جميله قوي، مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا رايكم في الكومنتات. حاجه بجد عظمه، جميله جدا. وطبعا الاحلى زي ما قلت لكم ان احنا لعبنا مع الولاد وراسيل كسبت وكانت مبسوطه. وطبعا ولادنا بيفرحوا بحاجات صغيره قوي بالنسبه لنا، بس بالنسبه لهم حلوه. لايك وشير وكومنت جميل زي كده يا قمر، علشان الفيديوهات بتاعتي توصل لناس كتير والكل يستفيد. ويا رب الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم.